كنت عملت فيديو قبل كده عن اللي انت ازاي تحول فلوس عن تاب سند، بس الظاهر في ناس كتير ما شافتوش. ولما اتكلمت ان اتنصب عليا قبل كده اللي انا حولت فلوس لحد، وقلت لك ما ولا تحول فلوس لحد ولا تحول فلوس من حد. فتاب سند يا جماعه بسيط خالص، بتحمله الابلكيشن ده، اللوجو بتاعه، بتدخل البيانات بتاعتك، الايميل واسمك الاول واسمك الرباعي، بعد كده بتدخل رقم التليفون وبالبلد اللي انت فيها، وبعد كده بتسكان مثلا، يعني هنا مثلا بالنسبه للامارات بتسكان الاميريتس اي دي، لو انت في مصر هتعمل سكان للباسبور بس، وبيتفعل بيجي لك الابروفال بعد كده على الابلكيشن، يعني بعديها بساعه ولا حاجه. بعد كده بتبدا تحول عادي خالص، يا اما بتحول على حساب بنكي، يا اما على محفظه الكترونيه، يا اما على فوري. يعني المحفظه الالكترونيه بيوصل في ساعتها فلوس، بتوصل بالمصري، او بتحول على حساب بنكي برضو بيوصل بالمصري بس، وبيبقى بالعمولة اليوم، يعني بيبقى بسعر اليوم، ولا في زيادة ولا في أقل. فدي أأمن وأحسن طريقة، ولا توجع دماغك ولا تبقى شاغل نفسك اللي انت الفلوس هتتسرق، طب الفلوس هتوصل، طب مش عارف ايه. لا، ما تتصدرش لحد فلوس إلا لقرايبك أو أهلك، غير كده ما تصدرش لحد.